السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم بقناة مطبخ ربيع الجميل. اليوم وصفتنا كتير طيبة وسهلة وسريعة، ومكوناتها ممكن تكون متوفرة بكل بيت، وطبعا فيها خيارات كتيرة وتغييرات مثل ما أنتوا بتحبوا. وصفة دجاج بالبرغل من أطيب وألذ ما يكون، وبطريقة كتير ديناميكية وسريعة، وبحبوها الصغار والكبار، خصوصي هلا طلاب المدارس بعد ما يرجعوا من المدرسة ويلاقوا الغدا جاهز، الغدا السريع. خلينا نروح على المطبخ ونبلش تحضير الوصفة. بلزمنا طبعا بحسب أفراد العائلة، مثلا هي الوصفة بالكمية اللي بدي أعملها بتكفي ل6 أشخاص. عندي دبوس الجزء الأسفل من فخذ الدجاج، طبعا عندي أنا تقريبا 7 حبات، وعندي فنجان خل، فنجان ليمون، فنجان زيت نباتي، وتقريبا معلقتين كبار من الصويا صوص، وعندي معلقة كبيرة مبشورة من الزنجبيل الأخضر، وإذا ما فيكم تحطوا زنجبيل يابس يعني مطحون بودرة. هذا الزنجبيل الأخضر أنا بجيبه كمية قليلة، بس هي القطعة بجيبها وبحتفظ فيها بالبراد. وعندي معلقة كبيرة توم مهروس، وعندي معلقة كبيرة دبس بندورة، وفي توابل مشكلة اختيارية. عندي أنا حطيت بودرة ثوم، بودرة بصل، وزعتر يابس يعني أو أوريجانو بتسموه ما بعرف. وعندي 7 بهارات، نص معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة ملح لأنه المكونات فيها ملح. وعندي بابريكا، وعندي كمون وكزبرة وكاري. طبعا والبهارات اختيارية، انتو شلون ما بدكم حطوا بهارات. بالنسبة للصويا صوص هو هذا اللي أنا بستخدمه مالح، فيه نسبة ملوحة عالية، لهيك ما كترت ملح بالوصفة. انتوا قد تشتروا تأكدوا من نسبة الملح، في منه بيجي ملحه أقل، بس أنا اللي جبته ملحه كتير، لهيك ما حطيت كتير ملح. هلا رح نخلط كل المكونات اللي حكينا عنها قبل بشوي، كمان توابل معه. هلا رح بلش ضيف شوية مي، يعني معلقتين 3 مي، بس هيك تصير طرية الخلطة. وانزل الدبوس بالوصفة او يعني بهارات. رح ثقبهم بالسكينة لحتى يمتصوا التبلة، وخلطهم كتير منيح، اتأكد انه كلهم صارلن من التوابل، وبعدين غطيهم بستريتش. فيكن تحطوهم من نص ساعة لساعتين ليوم كامل بالثلاجة، ما بيصيرلن شي، وكل ما طولوا احسن. هلا الخضار كمان اختيارية، انا بالنسبة لي كانت المتوفرة عندي هن البطاطا والبازيليا والجزر والفليفلة وبصل وذرة. بالموسم اللي انتم موجودين فيه ممكن تحطوا بروكلي كمان، ممكن تحطوا فطر، في ناس بحب الفطر كتير ممكن تحطوا، ممكن ما تحطوا بطاطا ابدا. يعني هي موضوع الخضار اختياري. حطيت لهم بس رشة ملح صغيرة وزيت زيتون كمان مقدار معلقتين، لاني انا الدجاج عندي كتير متبل، فهو رح ياخد تبلة الدجاج، رح نحطهم مع بعض. هذا كيس الحراري فيه بيجي 8 قطع، وحجمهم كتير كبير، هذا الحجم اللي أنا جايبته، وبجي معهم يعني مثل القفل، قطعة تيل بنرص فيها الكيس. هلا رح أعبي كل الخضار مع الدجاج بهذا الكيس. ما شاء الله يعني الكمية عني بالصحن كتيرة، ما توقعت إنه تسعى بالكيس وبزيد مكان فيها. حتى التوابل رح نزلن، ما رح خلي شي من التوابل، كله رح حطه بالكيس. مثل ما لاحظتوا الوصفة عبارة عن خلط مكونات مو أكتر. راح أحركهم شوي شي أشعر إنه حتى الخضار صار له توابل، وأثقبهم بالعود كم ثقب بس لحتى يتنفس وما يطق الكيس بالفرن. راح أحط بأرضية الصينية شوية مي، طبعا ما ضروري تحطوا مي، بس أنا مشان ما تحترق الصينية ويصير عليها زيت محروق من الكيس. هلا حطيتها بالفرن أعلى درجة حرارة، ومن فوق ومن تحت لمدة ساعة تقريبا. وبهاي الأثناء حطيت بطنجرة زيت نباتي وزيت زيتون، ومعلقة كبيرة دبس فليفلة، ومعلقة صغيرة دبس بندورة، وراح أقليهم مع بعضهم، بصير نكهتهم أطيب لما بتقلوهم. وحطيت برغل مقدار كاستين برغل، طبعا ما بده غسل البرغل، مجرد انه تحطوه مع التوابل او مع الدبس بندورة وتقلوه. بدنا نقليه هون كتير منيح لحتى يمتص طعمة البندورة والدبس فليفلة.
بس هيك تحسوهم تحمصوا فاحت ريحتهم. بنبلش بنحط طبعا توابل اختيارية. أنا حطيت أوريجانو، فليفلة، رشة فليفلة، رشة نعناع، وحطيت توابل ماجي. هلا رح احط لهم المي اللي هي عيارة كل كاسة برغل كاستين مي. وحتى لو حسيتوا البرغل اخر شي ما كتير كان مستوي ما في مشكلة، لانه رح نرجع نحطه بالفرن. وهلا رح اتأكد من ملحه وغطيه واتركه حتى يستوي. هلا ممكن انه لو عليه شوية مي نرجع نعيفه على نار هادية جدا 5 دقايق تانية لحتى يصير جاهز تماما، يمتص كل السوائل. هيك صار البرغل جاهز. وهي الأثناء طبعا الدجاج كمان استوى. وهذا حسب حرارة الفرن عندك وحسب قوة الكهرباء ممكن انه يطول. انت ببين معك مباشرة انه الدجاج بلش يحمر، ببين معك انه استوى. هلا رح نطبقهم بالبايركس. رح احط البرغل بالاول. طبعا البرغل رح نحط فوقه كل هاي الوصفة، دجاج مع الخضار حتى مع المرقة اللي طلعت. بهي الطريقة بنكسب انه البرغل كأنه انطبخ بمرقة الدجاج نفسها، يعني كأنه طبخوا بنفس الطنجرة، لكن بهذا الشكل بتطلع مرتبة اكتر وطريقة تقديمها احلى. هلا طبعا راح نحطها بالفرن بس من فوق، بنشغل الفرن اعلى درجة حرارة من الرف الفوقاني، وبنقربها على الشواية من فوق لحتى بنراقبها لحتى يحمر الدجاج. بس وصل لهي المرحلة معناتها صارت طبختنا جاهزة، وما بقي بدها غير نصلي على النبي وما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يعني أكلة لا يعلى عليها من جد. نحن من محبين البرغل كتير، لهيك كل أكلة فيها برغل يعني بنحبها. نحشي بالبرغل، حتى يعني الأكلات اللي بدها رز أو برغل بنطبخ البرغل، نحن بنحبه كتير. وبهي الطريقة مو بس رح تحبوه، رح تعشقوا البرغل. أكلة لذيذة، شكلها حلو، طريقة تقديمها مميزة. تقدمي جنبها لبن، خيار، مخللات، ليمون، كل شي ممكن تحطي حسب المتوفر عندك. وهلا بلشنا بمرحلة التقديم والتذوق. لازم ندوقها ونخبركن رأينا. أنا ما بنزل وصفة على قناتي لحتى أجربها وأتأكد إذا كانت الطعمة ممتازة بنزل الفيديو، إذا ما عجبتني بحذف كل شي صورته مشان هاي الوصفة. فالمصداقية هون 100%. جربوها ورح تدعولي. والخضار مثل ما قلت لكم حتى لو متوفر عندكم نوعين من الخضار بكفيكي لأنه تعملي هاي الوصفة. كتير سهلة وسريعة، كلها بتاخد معك ساعة واحدة بس، من أول الشغل لآخره بيكون طبختك جاهزة. دجاج مستوي وأخذ طعمة الخضار، والخضار أخذ طعمة الدجاج، والبرغل كمان أخذ طعمة الاثنين. مستوية الخضار بشكل منيح، البرغل لذيذ جدا. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات. وبتمنى تتابعوا كل جديد على قناة مطبخ الربيع الجميل. لا تنسوا اللايك. إلى اللقاء.